أهلا ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. الوصفة تاع اليوم لازم تجربوها. ديكورني مالحين بعجينة هشة وقطنية وخفيفة كالريشة، وحشو بطريقة بسيطة ومميزة عطاها ذوق ولا أروع. تبعوا معايا الوصفة للأخير وخليوا لي رايكم في التعليقات. اول حاجه نحضروا الحشو. في مقله نحطوا كميه من الزيت ونضيفوا عليها بصله متوسطه مقطعه شرائح. نتوما هنا تحكموا في الكميه حسب عدد الافراد والكميه اللي تحبوا ديروها. نضيف عليها كميه من الفلفل الكحل والملح، ونبقى نحرك فيها على نار متوسطه حتى تذبل البصله. بعد ما ذبلت البصله نضيف عليها شرائح من صدر الدجاج وكميه من الزنجبيل المطحون. نقليه مع باقي المكونات جيدا ونضيف كميه من الماء ونخليه حتى يطيب مليح. وهنا كما راكم تشوفوا كميه الماء نقصت والدجاج اللي عندي طاب. رايحه نضيف قطعه من الجبن الابيض ونخلطه مليح مع باقي المكونات حتى يذوب. وهكذا يكون الحشو تاعنا وجد. نخليوه جانبا ونروح نشوفوا المرحله اللي بعدها. انا هنا رايحه نحضر العجينه تاعي. في وعاء نحط 500 غرام فرينه، نضيف عليها مغرف كبيره حليب بودره، مغرف كبيره خميره الخبز، ومغرف كبيره سكر، مغرف صغيره ملح، ونصف كيس خميره كيميائيه. نخلط المكونات الجافه مع بعض جيدا ونضيف ملعقه كبيره خل. نزيد ربع كوب زيت نباتي و2 بيض. نحتفظ بالصفار حتى من بعد. وهنا نحركهم غير شويه ونبدا نبل العجين تاعي بما دافي حتى نتحصل على عجين طري ويتلصق في اليد. بعد ما تلم العجين تاعي نبقى نخبط فيه بالطريقه هذه مده 5 دقائق، والمرحله هذه رايحه تعوض لنا مرحله العجن. من بعد نغطيه بفيلم اليمونتير ونخليه يرتاح مده 40 دقيقه. هنا بعد ما ارتاح العجين تاعي نديغازيه ونروح نشكلو كويرات صغار ونخليهم يرتاحوا مره اخرى مده 10 دقائق. بعد ما يرتاحوا نروح نشكلهم، ونكون في الوقت هذا شعلت الفور تاعي يسخن على اقصى درجه. هنا ضروري نرش سطح العامل بفرينه ونحل العجين تاعي على شكل دائري وسمك رفيع نوعا ما. من بعد نحط كميه من صوص البيتزا كنت شاركتها معاكم في فيديو سابق، رايحه نخليه لكم في صندوق الوصف. نزيد نحط كميه من الحشو اللي كنت حضرته وكميه من الجبن المبشور. وفي المرحلة هذه رايحة نشكل الكورني تاعي. نهز العجين من كلا الطرفين ونلصقهم مليح ما عدا الجهة العلوية، ونكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. نستفهم في المول وندهن لهم الوجه بالصفار اللي كنت خليته من قبل. انا هنا الصفار كنت ضفت له كمية من الخل وكمية من القهوة سريعة الذوبان. من بعد نزينهم بالزيتون الاسود والاخضر كما راكم تلاحظوا في الفيديو. نزيد نرش عليهم من الفوق كمية من الجبن المبشور وكمية من السانوج، ومن بعد ندخلهم يطيبوا في الفور اللي كنت سخنته من قبل. بعد ما يطيبوا من التحت نشعل لهم الفوق يحمروا، وهذه هي النتيجه قدامكم. وكما راكم تشوفوا هاي لكم النتيجه قدامكم، جاو خفاف وهشاش بزاف. وكما راكم تشوفوا طابوا مليح ولونهم جا هايل. هنا حبيت نقص معكم حبه باش تشوفوا الحشو من الداخل كيفاه جا، والبنه تاعو ما عندي ما نقولكم فيها، جات اروع ما يكون. هاد لي كورني لو كان تجربوهم ماكمش رايحين تزيدوا تستغناو عليهم، خاصة رانا مقبلين على شهر رمضان المبارك، رايحين يولموا بزاف طاولة الافطار. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعنا تاع اليوم. ما تنساوش تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات، واستناوني في الوصفة الجاية، ومع السلامة.